يا جدعان الدنيا مقلوبة حرفيا، مش بنتكلم عن الطقس ولا عن سعر الطماطم، احنا بنتكلم عن صراع عالمي ممكن يجرنا لحرب مدمرة في أي لحظة. القصة بدأت زي فيلم أكشن بس بواقعية مرعبة. إسرائيل وإيران شغالين ضرب رايح جاي، واللي بيحصل مش شوية مناوشات، ده مواجهة مفتوحة ممكن تخرج عن السيطرة في أي ثانية. وهو أمريكا دخلت على الخط. المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي طلع بتصريحات نارية وقال لترامب لو أمريكا فكرت تدخل الضرر هيكون كارثي، وأضاف إيران مش هتستسلم لا بالحرب ولا بالسلم الغصب، وختمها بجملة مرعبة: المعركة بدأت. يعني حرفيا بيقولك شد الحزام، احنا داخلين على مطبات. ترامب من ناحيته قاعد بيحسبها، يضرب ما يضربش. هو كان عايز من إيران استسلام كامل ومن غير شروط، وفي تسريبات بتقول إن أمريكا جاهزة تضرب منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بأسلحة خارقة. لكن جوه البيت الأبيض حصلت خناقة، ناس بتدفع للهجوم وناس تانية بتقول بلاش دلوقتي. ترامب قعد مع فريق الأمن القومي لكن لسه مفيش قرار نهائي. واللي زاد النار نار إن 30 طيارة أمريكية عسكرية تحركت من أمريكا على أوروبا، وناس بدأت تتكلم عن ضربة قريبة جدا. غير كده أمريكا بعتت طيارات تموين للشرق الأوسط وعززت وجودها العسكري، ودي رسالة واضحة: احنا مستعدين لأي حاجة. والسفارة الأمريكية في القدس قفلت 3 أيام كإجراء احترازي. الصين قالت إن ترامب بيصب الزيت على النار، وفرنسا طلبت بوقف الضربات، وقالت إن محاولة تغيير النظام في إيران بالقوة هتفتح علينا أبواب جهنم. محللين كتير شايفين إن أي هجوم على إيران ممكن يشعل حرب طويلة تهد المنطقة وتنسف رئاسة ترامب نفسه. مصر الحبيبة خدت موقف واضح، جمعت 21 دولة وطلعوا بيان مشترك بيطالب بتهدئة الأوضاع. رئيس الوزراء شكل لجنة طوارئ لمتابعة اللي بيحصل، وفي كلام عن مفاوضات مصرية أمريكية إيرانية شغالة تحت الطاولة. وحتى عمرو موسى السياسي السيناوي المخضرم حذر إن مصر مش بعيدة عن شرارة الحرب، والإعلام المصري بيديها على نار هادية، بيتكلم عن كبرياء إيران وضعف إسرائيل في حرب السرد والكلمات. الجيش الإسرائيلي أعلن إنه ضرب أهداف نووية إيرانية في طهران، وقالوا إن أكثر من 50 طيارة نفذوا ضربات على منشآت لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وإنهم أطلقوا أكثر من 400 صاروخ من يوم الجمعة بس. وصور الأقمار الصناعية بيّنت دمار واسع في مواقع عسكرية إيرانية. بس اللي بيخوف بجد إن الضرب ده ممكن يسبب تلوث نووي وكيميائي في المنطقة. في طهران حالة رعب شديدة. ترامب لمح إن فيه عملية إجلاء وملايين مش عارفين يهربوا ولا يقعدوا. تم إجلاء حوالي 800 صيني من إيران، وحالة من الفوضى في الشوارع. وفي إسرائيل الناس بتجري على الملاجئ والكل بيحاول يهرب من الكابوس. الصراع ده مش لعبة، دي مواجهة بين قوى عظمى ممكن أي لحظة تخرج عن السيطرة. كل خطوة محسوبة وكل تصريح ممكن يولع الدنيا. السؤال الحقيقي: هل العالم رايح لحرب تانية ولا لسه في فرصة للتراجع قبل الانفجار؟ ربنا يستر، وخليك متابع لأن اللي جاي شكله تقيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان توصلك الحكايات الجاية، لأن الدنيا لسه فيها كتير.